السلام عليكم. البانكيك من اسهل وصفات الفطار اللي اي حد يقدر يعملها في دقايق، بتكون جاهزه معاه حتى الاطفال كمان. وكمان تنفع تحليه سريعه وسهله، واي اضافات تليق عليها بيبقى طعمها حلو، سواء عسل، شوكولاته، نوتيلا، مكسرات، اي حاجه بتبقى معاها لايقه وطعمها تحفه. وبتكون جاهزه معانا في دقايق. النهارده بقى هنعمله هش جدا وطري، وهنعرف ازاي نطلعه مقلبس بالشكل ده، وطعمه بجد تحفه، حتى مش محتاج اي اضافات جنبه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك، ولو اول مره تشوفوني انا نهى العزوني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلكم على طول. اول حاجه في المكونات، هحط ربع كوبايه من السكر الابيض، وممكن نزود لتلت كوبايه لو انتوا بتحبوا السكر يكون ظاهر قوي. وضفت كمان بيضه، سواء بدرجه حراره الغرفه او من التلاجة مش هتفرق. وكمان نص معلقه من الفانيليا. الفانيليا هنا مهمه عشان لما نيجي ناكل البانكيك ما نحسش بزفاره البيض. وممكن كمان تضيفوا ربع معلقة او نص معلقة من الخل الابيض عشان نقضي على الزفارة تماما. هنقلب بقى البيض مع السكر والفانيليا تقليب، ده مهم جدا لحد ما نوصل بالقوام للشكل ده عشان يبقى معانا هش جدا. وهنضيف الزيت. الزيت هنا 3 معالق، ونص كوباية من الحليب او اللبن، وهنقلبهم كويس مع الخليط السائل ده. وبعد كده هنكون مجهزين كوباية وتلت من الدقيق، وعليهم رشة من الملح عشان نعادل الطعم، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلب كل المكونات دي مع بعضها لحد ما تبقى الخليط بتاعنا ناعم جدا. طيب، لو احنا بقى بنحب الخليط، انا عاملاه هنا تقيل عشان يدينا الشكل المقلبز اللي احنا شفناه ده. لو احنا بنحبه خفيف، ممكن نقلل الدقيق شوية ونزود الحليب. يعني هنشيل تلت الكوباية، يبقى معانا كوباية من الدقيق ونص كوباية من الحليب، فالخليط بتاعنا هيبقى سائل شوية. لو احنا بنحبه يكون خفيف، القوام بتاعه ما يكونش مقلبز وتخين زي ما احنا عاملينه. كده خلاص جهز معايا الخليط لتسوية البانكيك. مهم جدا اننا نستخدم طاسة ما بتلزقش، نسخنها كويس ونهدي النار عشان ما تاخدش لون بسرعة، تستوي معانا كويس من جوه. وما بنضيفش اي مادة دهنية ليها خالص، ولا زيت ولا زبدة، عشان تاخد لون موحد من تحت. اول ما بتكون الفقاقيع اللي احنا شايفينها دي، بنقلبها على طول على الوش التاني. ناخد بالنا لو درجة الحرارة عالية معانا والفقاقيع دي ظهرت بسرعة، معنى كده انها ما استوتش كويس. لازم تاخد وقتها عشان خاطر السمك بتاعها تخين شوية ومكلبس، فمحتاجة انها تاخد وقتها. يعني لو ظهرت الفقاقيع بسرعة نهدي النار عليها، وبعد كده تاخد وقتها براحتها وتستوي، وبعد كده نقلبها على الناحية التانية. ما بين كل بانكيك والتاني بمسح الطاسة بتاعتنا بمنديل ورق عادي. المنديل ده فايدته ايه؟ بيهدي من درجة الحرارة، وفي نفس الوقت لو في اي بواقي نازلة من البانكيك بتتشال، عشان لما نحط عجينة تانية ما تلزقش فيها وتاخد لون غير موحد. لو في اي حاجة وقعت معانا واحنا بننزل خليط البانكيك، نسيبها لما تنشف تماما وهتتشال معانا بكل سهولة. البانكيك ياخد وقته في السوى. نسخن الطاسة ونهدي النار خالص، وبعد كده اول ما تظهر الفقاقيع بتاعتنا، بس ما تظهرش بسرعة، نقلبه على الناحية التانية، هياخد لون موحد معانا. طيب لو ما فيش طاسة ما بتلزقش، هنعمل ايه؟ هنجيب طاسة عادية وهندهنها دهنة زيت خفيفة او زبدة، وبعد كده بنضيف خليط البانكيك بتاعنا، وبنستنى برضو على نار هادية خالص لحد ما تظهر الفقاقيع بتاعتنا، ونقلبها على الوش التاني. شايفين اخد اللون موحد من الوشين ازاي؟ عشان خاطر ولا دهنا ولا زيت ولا زبدة. لما بخرج البانكيك بتاعي، بخرجه يا اما على مناديل ورقية او على فوطة مطبخ تكون نظيفة، وبغطيه كمان عشان يفضل معانا هش وطري لأطول فترة ممكنة، زي اي فطاير بنعملها. شايفين بقى عامل ازاي؟ كده جهز معايا وبرد تماما، طري جدا، واللون موحد من ناحيتين، ومن جوه مستوي كويس قوي لان اخد وقته خالص لحد ما استوى من جوه، وظهرت الفقاقيع براحتها مش بسرعة قوي واستعجلنا عليها عشان ما يكونش معجن من جوه. هش جدا وطري وطعمه تحفة. زي ما قلت ممكن تقللوا الدقيق شوية لو احنا عايزينه قوامه اخف من كده، ما يكونش سميك زي ده. ولكن جربوها بالطريقة دي، طعمه بجد تحفة، والمقادير مظبوطة جدا. انا بحب بصراحة الطريقة الكلاسيكية للبانكيك، اني احط عليه قطعة من الزبدة والعسل. ممكن بقى الاضافات دي زي ما انتوا عايزين، يعني ممكن تضيفوا شوكولاتة، ممكن تضيفوا نوتيلا، مكسرات، اي حاجة انتوا عايزينها. اشوفكم فيديو جديد قريب، مع السلامة.